صباح السعادة والخيرات. كان عندي حلم واتحقق. ايه هو الحلم؟ ان حد يخترع شنطة تبقى عاملة زي بتاعة المكياج كده، اللي هي لما تتفتح تبقى عبارة عن ادراج، عارفينها؟ بس انا كان نفسي في اختراع الشنطة دي للكتب، انها لما تتفتح تبقى زي ارفف كده يتحط فيها الكتب. الحقيقة محدش اخترع الشنطة دي لانها هتبقى تقيلة جدا. الحلم اتحقق ليه بقى؟ لان في ابلكيشن عظيم اسمه ابجد. هتلاقوا ليا 3 كتب على ابجد: كتاب حكايات الحب، وكتاب حرية الميدان ده بيتكلم على ثورة 2011، والمرأة والدستور بيتكلم على وضع المرأة في الدساتير بشكل عام. قبل ما كان يتعمل الدستور، واعتقد ان الكتاب ده كان السبب في اختياري في كتابة في لجنة كتابة الدستور في 2013. مش قادرة اقول لكم يعني ايه الواحد يبقى ماشي بمكتبة فيها حاجة وعشرين الف كتاب. وبمناسبة رمضان هم عاملين حاجة اسمها تحدي الخير، ان بعدد دقايق او ساعات القراية اللي احنا هنقراها على الابليكيشن نفسه هيتبرع بعمليات للناجيات من السرطان او محاربات السرطان في مستشفى بهية. انا حسيت ان انا اخيرا احلامي اتحققت، لانه احنا يا جماعة يعني نص عمرنا بيضيع في الانتظار. اي مصلحة حكومية هنقف في طوابير، مش حكومية وهنروح لشركات هنقف في طوابير، هنتجوز وهنخلف هنقعد في عيادة الدكتور منتظرين، في جنب التمارين الرياضية منتظرين، قاعدين في المواصلات بنعمل ايه؟ ففكرة انه الواحد يبقى معاه حاجة يقرا فيها دي عظيمة جدا، لانها بتفصلنا عن العالم وبتستهلك الوقت في حاجة احنا بنتبسط بيها. السنة دي بقى أبجد عاملين حاجة تحفة، لأنهم لو دخلتوا معايا على الابليكيشن هتلاقوا قراءات رمضانية، ده في رمضان، أناشيد العشق الإلهي، السيرة النبوية، مسلسلات رمضان. عاملين حاجة جميلة أوي عجبتني. ايه بقى مسلسلات رمضان على أبجد؟ انا استغربت جدا، انتوا ابليكيشن كتب يا جماعة، مالكم مال مسلسلات رمضان؟ فلما دخلت لقيتهم حاطين الكتب الأصلية بتاعت مسلسلات رمضان، يعني النص مثلا بتاعت احمد امين اللي هي مذكرات نشال. وعلى فكرة لما تقروا الكتاب الاصلي احيانا يبقى امتع من الفيلم، الخيال والابداع بتاع الكاتب. طبعا في حاجة جميلة قوي برضو، اننا بنقوم عاملين ايه، قراءاتي. بتنزلوا الحاجات اللي انتوا عايزين تقروها، مثلا لو هتقروا في مسلسلات في المواصلات بتنزلوها، وبعدين بتقروها بقى من غير انترنت ولا بتاع. فلو دخلتكم معايا في قراءاتي اسراري، يعني انا مثلا من الكتب اللي بحبها قوي القرآن نسخة شخصية، ده كاتب عراقي بيكتب فهمه هو لآيات القرآن، من اروع الكتب اللي قريتها، اللي هي لا تعد تفسير بمعنى التفسير، لكن الحقيقة بتفتح افكار كتير قوي. رواية آن بتاعت محمد صادق، امل دنكل طبعا الاعمال الكامله، نجيب محفوظ منزله الاعمال الكامله بتاعته، عقدك النفسيه علشان اقرا دماغ الناس المجرمين وغير المجرمين والضحايا كمان. طبعا كتابي حكايات الحب. انا على المستوى الشخصي مبسوطه جدا بأبجد، وزي ما قلت لكم ليا فيه 3 كتب، ادخلوا دوروا عليهم وهتتبسطوا، لانه ساعات الانتظار الطويله اللي احنا بنقعدها سواء في مواصلات او في الحياه بشكل عام هتتحول لمتعه قرايه لا تنتهي. كل سنه وانتم طيب.